انت عنده انت الواد يا ابوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هتصدقوني لو قلت لكم إن ده كان من أنزع شباب منطقتنا؟ ده انت اكيد بتهزر. وماله ده؟ اللي قدامك ده ابن ناس قوي على فكرة، بس ربنا ما وريكي قلبة الزمن. طب وده ايه حكايته ده؟ المخدرات هو في غيرها؟ ملعون ابو اللي بيبيعوها يا شيخ. ده يا ست اسمه علي سمكة، شاب اتولد لها في بقه معلقة دهب. أهله ما كانوش حارمينه من حاجة، بس الله يسامحهم بقى، هم اللي وصلوا لكده. طب وهم ذنبهم ايه؟ ما انت بتقول ما كانوش حارمينه من حاجه. ما هو ده أكبر غلط وصح في نفس الوقت. مش فاهمه ازاي غلط وفي نفس الوقت صح. الرقاب، طول ما في فلوس واجب يبقى في رقابة. العيل من دول لما يفتح عينه ويلاقي القرش في ايده من غير ما يعرق فيه بيستسهله، بالذات لو مولود في منطقة شعبية، عكس اللي مش محروم من حاجة بس ما بيمسكش قرش في ايده. علي ده كان اعز صاحب ليا، وكنا مع بعض من الحضانة، وكان شاطر قوي لحد اعدادي. تانية الترم التاني اتلم على شوية عيال، ربنا يسامحهم ولا يسامحهم ايه، منهم لله. وهنا طبعا علي معاه قرش محيط، كان لسه عيل صغير ما يعرفش يميز، ضحك عليه بمعنى أصح، لعبوا على الحتة النضيفة اللي جواه، خدوه معاه كده لحد ما بقى زي ما انتم شايفين كده. ايوه يا ابني. طب اهله كانوا فين؟ محدش فيهم لاحظ؟ علي كان ذكي قوي وهو صغير، وما كانش بيسيب وراه غلط، وياما نصحته كتير. الله يسامحك يا اخي. بيتي قدامك يا. وسنة ورا سنة عقله صف وذكائه قل، وأهله ماتوا بحسرتهم واحد ورا التاني، ورجع علي يا مولاي كم خلق تاني. لا حول ولا قوة الا بالله. طب هو يا كبتم ما فكرش يبطل؟ حاول، بس ربنا ما يوريك حكم الكتامين على دماغ الناصحين، اتحكم فيهم وبقى بيلعب على مشاعره وذكائه، دخله في دوامة ما عرفش يخرج منه لحد ما وصل للقايس. وهنا كانت بداية النهاية، لحد ما بقى زي ما انتم شايفين. انا نفسي بس الكل اللي طالع ده يبص على اللي قبله. عبارة عن دوامة، يا إما هتفقد عقلك يا إما هتفقد أجمل سنين حياتك في لمبة وكاس وورقة بفرة، وتعيش اللي باقي من عمرك